اسالي يا حاجه، اتفضلي. في نهاية التجربة يا محمد، قول لي ايه الحاجات اللي بتميز العربية دي من وجهة نظرك يعني؟ العزل حلو قوي، الفوتين سيستم بتاعها رهيب بصراحه، عاجبني قوي وعاجبني سرعته. الكرسي رهيب، يعني مريح جدا. ايه تاني ايه تاني، الخامات اللي مستخدمه في العربيه كماتيريال، يعني السوفت ماتيريال اللي موجود في العربيه حلو، تستحق يعني الرقم اللي بتدفع فيها. وانا شايف ان هي عربيه حلوه بصراحه. يعني في ده حاجة حاجه. تانية، الثبات. اهو بصي، العربيه دي على يعني واطيه على الارض، العربيه دي 17 سم، مم. فكده كده الاستابيليتي بتاعها في حته تانية. يعني انا جربتها بقى، الهاندلنج محترم قوي والستيبل محترم قوي. يعني اول ان اول هي عربيه حلوه بصراحه. طيب ايه الحاجات بقى اللي ناقصاها؟ الحاجات اللي ناقصاها، انت عملت الكرسي ده كهرباء، اعمل الكرسي ده كهرباء. اعمل الشنطه كهرباء، لانك انت خايف الزرار بتاع الشنطه، فاعمله شنطه كهرباء. ايه تاني ايه تاني، بس كده. انما انا شايف كمان الساوند سيستم اللي فيها السنهايزر ده واو. على فكره السنهايزر يا جماعه من فعلا من اقوى الساوند سيستم اللي موجود، زي البوز وزي الفوكال والحاجات دي، فهو قوي يعني ساوند سيستم محترم يعني. اسالي وانا اجاوب عليكي. انا شايفة ان انا برضو وانا بسوقها ببقى خايفة قوي على الكاوتش، فانت ايه رأيك في الموضوع ده؟ بصي، هو موضوع الكاوتش ده هو مش عيب في العربيه، هي نازله البروفايل بتاعها على 40 ده يعني قد كده بالظبط. فهو طبيعي ان انت اي عربيه نازله بروفايل 40 انت هتمشي تخاف على العربيه من النقر والمطبات، لان انت لما بتاكل نقره بيطلع بالونه دي معناها ان فرده الكاوتش باظوا. فانت حاول بقدر الامكان تاقلم بقى، اللي انت تاخد بالك وانت ماشي من النقر والمطبات والحاجات دي. يا اما تغيره، يا اما تكبر البروفايل ده شويه تخليه على 45، او تغيره، وانا قلتها في الفيديو قبل كده، او تغيره لل رام فلات. ميرسي يا محمد. تحياتي.